وكالة الغوري أو قبة الغوري واحدة من أجمل وأعرق الأماكن الموجودة في القاهرة. مكان بيجمع ما بين البعد الأثري لتاريخ وعراقة المكان وبين مكان دمه خفيف للخروجات، بيناسب كل الناس سواء أسر أو شباب بتكلفة بسيطة جدا. هتتفاجئ منها في آخر الفيديو. أنا محمد سعيد وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من تاريختولوجي. خليكم معانا ويلا بينا نحكي الحكاية. أولا كده، فين مكان وكالة الغوري ديت؟ موجودة في شارع الأزهر بمنطقة الغورية بجوار الجامع الأزهر الشريف. الوصول ليها سهل جدا. لو بالمترو هتنزل محطة مترو العتبة وتاخد عربية الأزهر هتنزلك قدامها بالظبط. اتسمت وكالة الغوري بهذا الاسم نسبة للسلطان المملوكي قنصوة الغوري، السلطان اللي قبل الأخير في دولة المماليك، واللي قام ببناها سنة 1505 ميلاديا. وكان الهدف من بناها هو مكان بيتجمع فيه التجار لعرض منتجاتهم فيه، زي نفس فكرة المولات دلوقتي. الدور الأرضي والأول كانوا عبارة عن مخازن وحوانيت أو محلات صغيرة لعرض البضائع، والأدوار العلوية تعتبر أدوار سكنية فيها غرف ونزل، كان الهدف منها أماكن لإقامة التجار. والمكان الجميل دوت كان واحد من أماكن كتير الإهمال كان طايلها لحد سنة 2000، لما دخلت وكالة الغوري مشروع الترميم والتوثيق من قبل المجلس الأعلى للآثار وزارة الثقافة، واستمر ترميمها 5 سنين، وتم إعادة فتحها سنة 2005 لكن بشكل مختلف تماما، كمركز ثقافي بيعرض الفلكلور المصري بحفلات منتظمة بتقدمها فرقة التنورة التراثية. عرض فعلا جميل جدا وراقي ومتنوع. ومن الحاجات المميزة إن أغلب الناس اللي دايما موجودين في هذا العرض بيكونوا من جنسيات تانية غير الجنسية المصرية. ومواعيد العروض هناك ثابتة، بتكون أيام السبت والأربع من كل أسبوع من الساعة 6:30 مساء تقريبا. وسعر التذكرة فعلا مفاجأة، بيكون 15 جنيه بس للمصريين. وأتمنى كل واحد يكون وصله الفيديو دوت إن هو فعلا يفكر إن هو يروح هناك. فعلا فعلا هتتبسطوا جدا 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 من جمال وروعة المكان. وبكده أكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. أتمنى يا رب تكون الحلقة عجبتكم، وما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب لو أول مرة تشرفونا في القناة، واستنونا في حلقة جديدة. وشكرا.